بنشوي اللحمة وبتجلد منك وبتلاقيها بتشد ونية جدا. طب تعالى اقولك بقى سر وتركات الحاتي اللي ما بيقولهاش لحد، واللحمة هتطلع زبدة معاكي. بصي، اهم حاجة انت تروحي للجزار يكون موثوق فيه وتقولي له انا عايزة لحمة خاصة للشوي او الحتة اللي موجودة للشوي. لو هو عنده ضمير هيديكي القطعة اللي بنشويها. اما الريش الضاني ما بيكونش خروف كبير، يكون خروف وسط يا اما لحم جديان صغيرة. تمام، ده كده للحم المشوي الضاني. تعالى اقولك بقى سر التتبيله اللي هتخلي اللحمه تبقى مهريه معاكي، واوريكي ازاي تعرفي اللحمه اللي هتشرب التتبيله وما تشدش معاكي وتدوب في البق، واوريكي ايه الفرق ما بين دي وما بين دي. زي ما انتم شايفين انا جبت كيلو بصل قطعته وحطيته في الفريزر عشان يدبل وينزل سوائل كتير. وهتجيبي شفشق الخلاط وتحطي ربع كوبايه من الميه، وهتنزلي بطماطميه كبيره او طماطمتين كبار. انا عامله كميه كبيره من اللحمه فانا هحط طماطمتين كبار، بس كيلو اللحمه المشويه بياخد طماطميه كبيره. وهتحطي لي راس توم، وهتحطي كيلو البصل. الكميه دي انا عامله 2 كيلو ونص لحمه جنب الكفته والطرب اللي انا كنت عاملاه. فانتي لو هتعملي كيلو لحمه هتحطي نص كيلو من البصل اللي حطاه في الفريزر ومقطعاه، وهتحطي نص راس توم، وهتحطي طماطميه كبيره، وربع كوبايه من الميه، وهنضربهم كويس جدا في الخلاط. ما حطيتش اي توابل. وصفيهم لي كويس جدا في مصفى تكون الاخرام بتاعتها تكون ضيقه بالشكل اللي انت شايفاه ده، وصفيهم كويس جدا. التفل ده هنرميه؟ لا طبعا، التفل ده احنا بنعمل منه الكفته وبنعمل منه الطرب. تمام، خدنا اهو الميه. بصوا ما شاء الله العصير كتير. ليه يا ساره بنعمل كده؟ عشان لو حطينا التفل بتاع الحاجة دي هيتحروق على الشواية. هنحط نص كوباية من الخل وعصير الليمون، ربعها عصير ليمون وربعها كمان خل. عندي هنا هتحطي معلقة من الملح ومعلقة كمان من الحبهان المطحون ومعلقة من الفلفل الاسود ومعلقة كبيرة من خلطة المشاوي، ودي هتلاقيها عند اي عطار. خلطة المشاوي بتاعة الحاتي هتلاقيها عند اي عطار وبتديكي نفس التست. دوبي بقى التوابل في العصير اللي احنا صفيناه كويس جدا، وهاتي بقى اللحمه يا ست الكل عشان نحط عليها العصير اللي احنا صفيناه. اللحمه عايزه تعرفيها هي لحمه شوي ولا لا، بتضغطي على اللحمه وهي نيه. لو لقيتيها طريت معاكي بصباعك كده، بصوا لو لقيتيها غرزت اهو هتلاقوا، بصوا كده، اول لما تلاقيها اتخرمت بصباعك اعرفي ان دي لحمه شوي. ايا كان ضاني او بقري هتتخرم معاكي بكل سهوله لو الانسجه بتاعتها ناعمه ومش هتاخد معاكي سوا. بعد كده هننزل بالتوابل والعصير اللي احنا عملناه ونسيبها 24 ساعه في التلاجة، يا اما تشيليها في الفريزر براحتك. تمام، جهزيها قبل المصيف او اي وقت انت عايزاها تبقى في الفريزر. هتجيبي الشبكه وتحطي ورق ألمونيوم عشان ما تتحرقش منك وتستوي سوا كامل وتبقى زبده. انا سيختها كده في اسياخ خشبي، وحطيت الفحم زي ما انتم شايفين، وحطيت الورق الألمونيوم في الشبكه يمين وشمال، وهبتدي بقى ايه احطها كده على الفحم زي ما انتم شايفين. كل ما تستوي اقلبها. بعد كده اما تستوي خالص هقوم شايله الورق الألمونيوم واقوم حطاها على الفحم دايركت، واحط معلقه من السمن زي ما انتم شايفين كده. اقسم بالله ما تفرقيها عن اللحمه المشويه بتاعه الحاتي. بصوا بقى، زبده ولا الهوا ولا غلطه، بجد جربيها ومش هتندمي. في الفيديو ده عشان لما تعملي مشوي